بقول لجمهور نادي الزمالك ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل كل في وسعنا اللي احنا نفرحكم باذن الله واتمنى دايما كده تقفوا ورانا وان شاء الله هنقدر ان احنا نقدم لكم الشكل او المستوى اللي انتم بتتمنوه على طول، ونقدر نعمل لكم حاجه من اجل سعادتكم باذن الله. كابتن ميدو قال لنا الماتش دوت مهم عشان ماتش الاهلي، والحمد لله ادينا بشكل كويس، واللاعب النهارده كلها كانت رجاله، وفي ظل النهارده الجو كان حر جدا، بس الحمد لله قدرنا نتغلب على كل ده. وانت شايف الماتش طلع 2-1، بس انا بحمد ربنا الحمد لله على كل حاجه. ثقه الكابتن ميدو ليا الحمد لله، طبعا انا بقى لي فتره طويله كنت اصابه في اصابه. الحمد لله الثقه بتاعت الكابتن ميدو النهارده ديت هي اللي ادتني ثقه ان انا ادي بشكل كويس. لو اي مدرب مكانه ما كانش هيديني الثقه ديت. انا بشكره طبعا وبقول له الف شكر اللي هو الحمد لله اداني الثقه دي. انا شايف ماتش الاهلي ماتش بطوله تقدر تحقق فيه المكسب، تحقق بطوله الدوري، ودي نادي الزمالك في كده بقاله فتره، فان شاء الله دي اسهل بطوله ان تحقق الدوري ان شاء الله. دي انا مركز الفتره دي مع الزمالك، وانا شايف دي اداء يعني انا الفتره دي مركز مع الزمالك لسه شهور مع 6 شهور مع نادي الزمالك، اقدر احقق فيهم بطوله الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله والكاس، ودي ان شاء الله الخطوه اللي انا مستنيها في نادي الزمالك، واقدر احقق حاجه باذن الله وكمان مع نادي الزمالك ان شاء الله. احنا